لو نفسكوا تاكلوا قرنبيط وعاملين دايت فلازم تعملوا الوصفة دي. وصفة قرنبيط صحية طعمها تحفة وبدون كمان قلي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج 500 جرام من القرنبيط يكون مسلوق، وهنجيب القرنبيط ده نصفيه كويس جدا من المية ونعصره كويس. ده كده كمية القرنبيط بعد ما عصرتها كويس. بعد كده هبدأ ان انا اقطعهم بايدي كده بالشكل ده فتافيت او قطع صغيرة جدا. بعد كده هنضيف نص حزمة من البقدونس تكون مفرومة، واتنين بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنضيف التوابل اللي هتخلي طعم الوصفة دي تحفة. معلقة صغيرة من الكمون، وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وربع معلقة صغيرة من الكركم بتدي طعم حلو، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. وهنقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا كده بالشكل ده. ده كده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط، هيكون سهل التشكيل معانا. بعد كده هنجيب صينيه تكون عليها ورقه زبده ومدهونه كويس جدا بزيت الزيتون، وهبدا ان انا اشكل القرنبيط على شكل قرص او على شكل برجر كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اضيفه في الصينيه. ممكن كمان ندخلها الاير فراير عادي، وممكن ندهنها دهنه بسيطه كده من الوش من زيت الزيتون. ده كده شكلها قبل ما تخش الفرن. هندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة 180 مئوية، او لحد ما تتحمر معانا. ده كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. الكمية هتعمل معاكم حوالي 9 قطع كبار. طعمها فعلا تحفة، شبه اللي احنا بناكلها العادية وكمان بأقل سعرات. حلوة جدا ان احنا ناكلها كده مثلا 3 قطع ل 4 قطع في وجبة الغدا. قدمت هنا معاها كاتشب صحي، وكمان بتشبع جدا. ممكن ناكل منها الكمية اللي انتوا عايزينها كمان. القطعة الواحدة بس فيها 56 سعر حراري، وكمان غنية بالبروتين، وخفيفة كمان غير المقلية خالص. وطبعا عشان القرنبيط ما يعملش انتفاخ معاكم، اسلقوه في شوية من الكمون والسكر. بس كده كده تكون الوصفة خلصت. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.